مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض حاجه من اساسيات رمضان. عملنا مع بعض القطايف، العجينه والحشو، وحمرناها وعملنا لها كل حاجه مع بعض. لازم بقى نعمل مع بعض الكنافه عشان رمضان يكمل. الكنافه والقطايف هنعمل مع بعض كنافه حلوه قوي بالمكسرات، مقرمشه من بره ومن جوه دايبه، هتدوب في بقك كده لما تاكليها. جربي بقى الطريقه بتاعت النهارده دي وان شاء الله هتعجبك، وهقولك ازاي ايه السر ان تخلي الكنافه متماسكه كده زي ما انتي شايفه، تبقى مقرمشه من بره ومتماسكه وفي نفس الوقت تدوب في بقك من جوه. بس في الاول لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. الاول بقى هنحضر الحشوه اللي معانا. انا هحشيها بالمكسرات، تقدري بقى تحشيها سوداني بس، او وهنعمل بقى فيديو مع بعض بالكاستر، وهنعملها بالقشطه الكدابه، وهنعمل اختراعات حلوه قوي بالكنافه. فاشتركي بقى في القناه عشان تشوفي الوصفات الجديده اللي احنا هننزلها مع بعض. انا ما بحبش اطحن المكسرات، انا بحب اعملها كده بالسكينه عشان تبقى باينه، عشان وانتي بتاكليها تحسي كده بطعمها، تعرفي تفرقي ما بين البندق واللوز والعين الجمل. هنقطع بقى بالسكينه او هنكسر بالسكينه شويه المكسرات اللي انتي شايفاهم دول، وكمان هزود عليهم فول سوداني. تقدري انتي بقى ما تحطيش مكسرات وتقدري تحطي سوداني بس، زي ما هيرجع، زي ما تحبي وزي ما هيرجع لك. اهو هنا حطيت عليهم كمان شويه من السوداني المجروش، برضو مجروش كبير كده، وهخلطهم كلهم في بعض. هنا بقى عندي كنافه. الكنافه دي نص كيلو، حطيتها في الفريزر بس هي ما جمدتش، ما لحقتش تجمد قوي. هاخد نصها بس لان هعملها، انا بحب طبقه الكنافه ما تبقاش سميكه قوي، لا بحبها تبقى رفيعه. فانا هاخد النص الكميه دي، يعني حوالي ربع كيلو، وهفرفطها كده من بعضها. على فكره لما بتحطيها في الفريزر قبل ما تستخدميها بتتعمل معاكي بكل سهوله، لكن هي اللي معايا دي انا ما لحقتش تقعد في الفريزر كتير، فكانت طريه شويه، فيها حتت متجمده وفيها حتت طريه. لو انتي حابه تستسهلي فممكن ان انتي تحطيها في الكبه وتضربيها، تديها ضربه كده هتبقى زي البودر معاكي، او بقى ان انتي بايدك كده تعمليها هتعمل على طول. بس سيبيها وقتها اديها وقتها في الفريزر، يعني قبل ما تشتغلي فيها سيبيها في حبة كده في الفريزر عشان عشان تبقى ناعمة بقى معانا زي ما انتي شايفة كده. هفضل بقى افرك فيها بايديا كده، ولو فيها كتل كده زي اللي انتي شايفاها دي تفككيها بايدك كده لحد ما تفكيها من بعضها، او تخليها قطع صغننه خالص اللي هي ما تبقاش باينه. هعمل بقى الكميه اللي انتي شايفاها دي كده كلها لحد ما هتشوفيها بقى بعد ما هقطعها تبقى عامله ازاي. بصي بقى هنا كنت خلصت فككتها كلها من بعضها. هنا بقى حطيت عليها حبه حلوين كده محترمين كده من الزبده، يعني ربع كيلو ده حطيت له، يعني الحبه دول تقريبا نص كوبايه، هنقول نص كوبايه زبده او سمنه اي حاجه، بس انا ما بحبش الزيت. وبصي بقى على التركه اللي هتخليها لك متماسكه ولونها حلو قوي. هنحط لها بقى كده معلقتين او معلقه على حسب الكميه، ده عشان ربع كيلو بس فحطيت له معلقه واحده بس، معلقه كبيره من الشربات، شربات الكنافه. بصي لازم يبقى قوامه كده عشان برضو يخليها متماسكة معاكي. ونزلت معلقة كمان على المكسرات اللي احنا عاملينها مع بعض، عشان لما نيجي نقطع القطعة ما تبقاش المكسرات بتتفرفت كده، لا انا عايزاها تبقى كلها متماسكة مع بعضها مع الكنافة. فهنزل معلقة، وبعدين حسيت ان هي لسه محتاجة تاني كده فهنزل بشوية كمان. بصي قوام الشربات ده قوام الشربات المظبوط بتاع الكنافة. على فكرة الشربات ده هو اللي احنا عملناه في الفيديو بتاع القطايف برضو، فلو حابين المقادير بالظبط او ما شفتوش الفيديو بتاع القطايف ارجعوا له، هتلاقوا الشربات ده احنا عاملينه مع بعض. هدعك بقى الكنافة دي كلها مع بعضها، انا عايزاها تتشرب بقى من السمنه اللي احنا حاطينها او الزبده، ومعلقه الشربات اللي احنا حاطينها دي. ادعكيها حلو قوي، لازم الكنافه معاكي تبقى كلها متشربه بالزبده او السمنه. لو ما اتشربتش هتلاقيها ناشفه من جوه كده وهتبقى مش حلوه. اديها كفايتها، ولو وكده كده لو انت زودتي الماده الدهنيه هي بتنطرها، فلو طلعت لو حطيت لها بزياده هتلاقيها بعد السوى نطرت الماده الدهنيه الزياده. فاهم حاجه اديها حقها في الماده الدهنيه، تبقي ماسكاها في ايدك كده وانتي حاسه ان كل حبيبات الكنافه اللي معانا متشربه بالسمنه او بالزبده. وكمان معلقه الشربات دي جربيها هتفرق معاكي جدا. انا كنت الاول بحط سكر بودر، لا حطي المعلقه دي وهتشوفي لونها هيطلع عامل ازاي، هيطلع لونها حلو قوي، وهتطلع كمان متماسكه مش مفرفته معاكي. هنا بقى بعد ما دعكت الكنافه حلوه قوي معايا، بقى هنا حبه من الزبده كده هندهن بيها الارضيه كمان بتاعه الكنافه.
الدنيا كده حلو. هاخد بقى الكميه دي اقسمها نصين، طبقه تحت وطبقه فوق، يعني بالوام كده. وهنفرد بقى الارضيه بتاعه الكنافه. اهم حاجه وانت بتفرديها حاولي ان انت كده يعني خلي ايدك تحس بطبقه الكنافه تحت منها، على اساس ان انت ما يبقاش فيه حته تخينه قوي وحته رفيعه قوي. يعني الاول وزعي كده على في الصينيه بتاعتك، على الارضيه بتاعه الصينيه وزعي، وبعد كده اضغطي بقى بايدك. يعني انا هاجي بعد ما هخلص كده هقعد اضغط بايدي كده عشان احس طبقات الكنافه. طبقه الكنافه انا عايزه تبقى كلها سوا واحد. هنا بقى بصي بضغط كده عليها بايديا كده، احسها في حته خفيفه في حته تخينه، اللي هي ايه تظبطيها كده وتسويها كلها ببطن ايدك كده. ممكن بقى يعني انت تفضلي تبططيها كده ببطن ايدك بجامد على قد ما تقدري كده ان انت تبططيها، او تعملي زي ما انا هعمل. انا هجيب صينيه نفس يعني صينيه نفس المقاس اللي انا شغاله فيه او اصغر شويه، وهضغط عليها بيه. ما عندكيش او يعني عايزه تستسهلي بايدك ببطن ايدك كده زي ما انا كنت بعمل، وتفضلي تضغطي جامد جدا عشان الكنافه تطلع متماسكه معاكي. اضغطيها على قد ما تقدري. بصي بقى يعني هتمسك مع بعض جامد قوي، الحركه دي بتخليها متماسكه. بصي كده تمام. هنجيب بقى طبق المكسرات اللي احنا مجهزينه هنحطه بقى كده. هنفرد بقى طبق المكسرات. واهم حاجه بقى وانتي بتفردي المكسرات حاولي ان انتي ما توصلهاش للحرف، يعني افرديها كده ما تخليهاش توصل معاكي لحد الحرف، عشان لو وصلت للحرف هتلزق او هتتحرق، وبصي هتبقى مش لطيفه خالص. ولما نيجي نقلبها كمان هتبقى مشكله. فاهم حاجه وزعي المكسرات كده على كل الكنافه، بس ما توصليش لحد الاطراف بتاعتها. لو وصلتي بقى للجزء ده ولسه ما عملتليش اللايك، ما تنسيش اللايك، اوعي تنسي اللايك. وما تنسيش لو انتي لسه ما اشتركتيش هتنوريني بالاشتراك وهتنوري القناه. هنا بقى وزعنا اهو المكسرات خلاص كده. بصي انا ما وصلتش لحد الاخر يعني، وانا فردتها بس ما وصلتش بالمكسرات لحد الحرف بتاع الصينيه، لا انا مظبطاها كده موسطناها ايه قبل الحرف بشويه صغير. بس كده. هنجيب بقى بقية الكنافة النص التاني اللي موجود في الصينية اهو جنبنا، وهنحطه بقى على وش الكنافة. انا بحب الاول احط كده في الحروف كده عشان لما اجي اقطعها تبقى الحرف كده من فوق ومن تحت ماسك في بعضه. وعامل لي كفر للمكسرات. هحط بقى الحروف كده وبعد كده هوزع بقى ايه على القلب بقى او في نص الصينية. وانتي برضو بتحطي كده لو حسيتي ان في كنافة كده ماسكة في بعضها، لا فرفطيها كده من بعضها، مع ان احنا هنضغطها تاني بس معلش. دي الكنافة يا جماعة العادية بتاعت امهاتنا. يعني الكنافة الاساسية، البيزك بتاع الكنافة زي ما احنا زي ما بيقولوا كده. هندلع بقى الكنافة الفيديوهات اللي جاية، وهنعمل شوية كنافات رهيبة. هنعمل الكنافة البورمة، وهنعمل السيجار، وهنعمل بالمانجا، وهنعمل بالفراولة، وهنعمل كمان بكريم كراميل. استنوا بقى ان شاء الله ان شاء الله كده في سلسلة فيديوهات بقى للكنافة، هندلع فيها الكنافة على قد ما نقدر. هنا بقى بضغط عليها بايديا كده، يعني حاولي ان انتي تضغطي على قد ما تقدري كده. وحاولي وتكبسي كده برضو الحروف كده في بعضها عشان لما تيجي تقطعيها تبقى الحرف كده ماسك في بعضه. اهو جبنا الصينيه التاني اهو، نديها كمان كام ضغطه كده عشان نتاكد ان هي خلاص اتكبست كلها في بعض. في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180 ومشغله المروحه. الكنافه بتدخل على فرن سخن، لازم تدخليها على فرن سخن. وانا بقى كان في كام يعني في المطرح ما كنا مسيحين الزبده اللي حطيناها في القاعده بتاعه الصينيه بقى يعني. كان في كده قلت ايه ادهن وشها كده، حرام يعني الكنافه اصلا بتحب الزبده والسمنه، فاديها ما تحرمهاش يعني. هنا بقى بعد ما خلصت خالص هدخلها بقى الفرن السخن على درجه حراره 180 زي ما قلت لك. اهم حاجه تبقى الفرن سخن. هنا بقى بصي الجناب خلاص احمرت، هشقلبها بقى كده. انا ما بشغلش عليها الشوايه، انا بشقلبها اهو. بصي شقلبتها كده. بصي بقى الجمال، والله العظيم الكاميرا ظلمه، لونها كان احلى من كده بكتير.
هنحط بقى على السخونيه بتاعه الصينيه، هنحط كده مكعبين زبده. هي اصلا الصينيه سخنه، فبصي هتلاقي الزبده بتسيح على طول مجرد ما انتي ما هتحركيها كده. برضو هي الحركه دي برضو عشان هي يعني قدامها كان مظبوط، ما نطرتش ايدين، فحطيت لها برضو ايه مكعبين كده عشان ما تلزقش وما يحصلش حاجه. هنسيحهم بقى كده على السخونيه بتاعه الصينيه اللي احنا بنسوي فيها، هي سخنه بصي الزبده ساحت على طول. وبعدين هنرجع بقى الصينيه دي اهو، هنرجعها بقى كده وندخلها الفرن تكمل السوا بتاعها. بس كده بصي هنا بقى كانت طلعت من الفرن، بصي لونها عامل ازاي، لونها رهيب، وده بسبب معلقه الشربات اللي احنا حطيناها على الكنافه وهي نيه. نزلت بقى بالشربات الساقع، هي سخنه والشربات يبقى ساقع. تركه الكنافه تبقى طالعه من الفرن والشربات ساقع، اول ما تنزلي الشربات تعمل تش. انا بقى بالنسبه لي تش دي هي علامه نجاح الكنافه، لو ما طشتش احس ان في حاجه غلط. انا هنا زقتها اهو حبه حلوين كده من السيرم، وهستنى عليها شويه. هتلاقي بصي هتلاقي الكنافة بتشرب من الشربات. بعد ما هتشرب كده هقوم زقيها حبة صغيرين كمان. تقدري تحطي الكمية كلها، يعني دول كان كوبايتين سكر على كوباية ونص مية، خدت منهم شوية صغيرين. يعني هنقول طلعوا في الاخر مثلا كوباية ونص. ما حطيتهمش كلهم، لو انت بتحبي الحاجة مسكرة قوي حطيهم كلهم. انا عن نفسي بحب الحاجه يبقى سكرها معتدل، ما تبقاش تجزع النفس، فما حطيتش كميه الشربات اللي معايا كلها. ودي طبعا بيرجع لك. بصي بقى بتشرب اهم حاجه، بصي الكنافه بتشرب اهو الشربات. في ناس كمان بتقلبها وتسقيها من الناحيه التانية، بس انا مش بعمل كده، انا بستكفي بس كده لان انا بحط شربات من الحروف فالشربات بينزل تحت. تعالوا بقى نزوقها كده بالفستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض برضو على القناه. لو عايزين تعرفوا الطريقه بالظبط هرجعوا على القناه هتلاقوا طريقه الفستق الكداب ده. زي ما قلت لكم هنزوق بيه كل حلويات رمضان. هنعمل كده اي منظر كده وحركات. بس كده زوقنا الكنافه اللي معانا. تعالوا بقى نقطع الكنافه ونشوفها عامله ازاي. هنا بقى هنقطع الكنافه. كنا بعد الفطار بقى، خلاص فطرنا بقى كده وهندوق براحتنا، وما هي الكنافه دي ما ينفعش تستنى بصراحه. لازم بعد الفطار على طول مع كوبايه الشاي كده ناخد حته كنافه. بصي بقى والله العظيم مقرمشه. وعلى فكره هي اول حته من الصينيه لازم تطلع متكسره، صعب قوي إن اول حته تطلع سليمه. بصي من جوه انا بوريكي ان هي من جوه بجد دايبه ومن بره مقرمشه، وبصي المكسرات باينه فيها ازاي، بجد حلوه قوي. اتمنى بقى ان انتي تجربيها وتقولي لي ايه رايك. لو ما تجربيها لازم تقولي لي ايه رايك. واتمنى فيديو النهارده يكون عجبك، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه.